ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. توج نجم النيجيري فيكتور أوسيمان مهاجم نابولي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2023. جوائز الكاف شهدت حضورا مغربيا مميزا بفوز ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى ووليد الراجراجي بجائزة أفضل مدرب. البداية من جائزة أفضل لاعب. فيكتور أوسيمان. النيجيري فيكتور أوسيمان تغلب على منافسيه المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح، محرزا الجائزة لأول مرة في مسيرته. مهاجم نابولي خطف الأضواء الموسم الماضي بأهدافه التي جعلته يعتلي صدارة الهدافين في السيري آ. هذا حلم يتحقق بالنسبة لي. أريد أن أشكر الجميع، كل من كان معي في رحلتي لتحقيق حلمي، تحقيق أهدافي. أنا أشكر كل النيجيريين لمساندتهم. أنا ممتن لقارة أفريقيا. قفاز الذهبي وجائزة أفضل حارس مرمى كانت من نصيب المتألق المغربي ياسين بونو. حارس مرمى الهلال السعودي حاليا وإشبيليا في وقت سابق كان الأفضل بشهادة المتابعين والمختصين، فالجميع يتذكر جيدا ما قدمه في مونديال قطر بتصدياته الحاسمة وشخصيته القوية التي تمنح الثقة للدفاع، كما ساهم أيضا في فوز أبناء الأندلس بلقب اليوروبا ليج. بونو غاب عن الحفل بسبب التزامه مع الزعيم، والرجراجي تكفل باستلام الجائزة. حضور مغربي مميز في قائمة المتوجين، حيث نال المغربي وليد الرجراجي جائزة أفضل مدرب. وليد دخل التاريخ من أوسع الأبواب بعد قيادته أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 في إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور. وليد تقدم على بن شيخة وأليو سيسي وكان سعيدا جدا بهذا التتويج. هناك أليو سيسي وعبد الحق بن شيخة. هذه الجائزة أنا سعيد بها بالتأكيد، لن أكذب عليكم، لكن كل المدربين يستحقون ذلك. هذا عمل صعب وصعب جدا بالنسبة لنا، وكل مدرب لديه فريق، والأمر دائما ما يكون معقد على كل المدربين. وكي ننهي لقارة أفريقيا، دائما ما كنت أقول أننا نمثل أفريقيا في كأس العالم، وسأقول لكم أننا مع بعضنا البعض وسنتقدم إلى الأمام مع بعضنا البعض وسنفوز مع بعضنا البعض. الرجراجي عزز رصيد بلاده بجائزة جديدة. كما نال المنتخب المغربي جائزة أفضل منتخب في إفريقيا للرجال لعام 2023. منتخب أسود الأطلس حصد الجائزة بعد المشوار الرائع الذي حققه في كأس العالم فيفا قطر 2022 بوصوله إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي يحقق ذلك، متفوقا على العديد من المنتخبات القوية كبلجيكا والبرتغال وكندا وإسبانيا. فاز الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق في إفريقيا لعام 2023. الأهلي المصري نال الجائزة بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، معززا رقمه القياسي، كما تألق أيضا على الصعيد المحلي محرزا لقب الدوري. ولدى السيدات توجت النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2023. النجمة النيجيرية تفوقت على كل من الجنوب إفريقية ثيمبي غاتلانا والزامبية باربرا باندا، وحصلت المغربية نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي على جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا، ونالت مواطنتها فاطمة تاغناوت لاعبة الجيش الملكي جائزة أفضل لاعبة في أندية إفريقيا، في حين أحرز المنتخب النيجيري جائزة أفضل منتخب للسيدات، فيما نال نادي ميلودي سان داونز الجنوب إفريقي جائزة أفضل فريق نسائي.
هذا وافتتح حفل مراكش بلفتة إنسانية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتقديم جائزة التآزر للمواطن المغربي محمد عقيل. انتشر له مقطع فيديو أثناء زلزال الحوز وهو يقدم كيسا من الدقيق لحملة التبرعات للضحايا. سادتي أيها الحضور الكريم، باسمكم جميعا نرحب بسي محمد عقيل من مدينة تيزنيت. Mr. Mohamed, who's getting the trophy of solidarity here tonight for his action during the disaster that hit Marrakesh a few months ago. He didn't have much, but he tried to do his best with what he had. Congratulations. Venez pour la photo, just for a little picture, small family picture, petite photo. جمالها يخطف الأضواء من أليشا ليمن، وعاشقة لرونالدو بجنون. من هي الحسناء الشقراء ماركوفيتش؟ هل تعتقد أن أليشا ليمن تسيطر تماماً بجمالها على الساحة الكروية النسائية؟ هل ترى أنه ليس لها أي منافسة وهي في القمة بدون أدنى مضايقات؟ ربما أنت مخطئ، وستبهر معنا فيما ستكتشفه فيما هو قادم. صحيح أن الدولية السويسرية ونجمة آستون فيلا أسرت قلوب الملايين وجمالها فاتن وتعدى الحدود، خاصة وأنها متكاملة في كل الجوانب، وذلك جعلها أيضاً أيقونة وعارضة تتهافت أشهر الماركات العالمية في التعاقد معها. لكن هناك في الحقيقة من يخطف الأضواء منها ببريق وجمال سحر بدوره جزءاً كبيراً من المتابعين. نحن نحكي تحديداً عن الحسناء الشقراء الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش، والتي باتت حديث وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية، فعلاوة على كونها فاتنة هي مميزة جداً وتمتلك مهارات عالية في الساحرة المستديرة. فمن هي وما سبب عشقها الجنوني للدون كريستيانو رونالدو؟ وكيف تخلت عن إغراءات عديدة من أجل كرة القدم؟ ولدت آنا في مدينة سبلات، ثاني أكبر المدن الكرواتية، قبل أن تنتقل مع عائلتها للعيش في مدينة زيورخ السويسرية وهي بعمر 12. ولم يكن يبدو لمحيطها ولا حتى أشد المقربين منها أنها ستتجه يوماً لممارسة كرة القدم، فحتى اهتماماتها كانت بعيدة كل البعد عن ذلك. كيف تخلت عن هوايتها الأولى ورفضت عروضاً مهنية مغرية؟ مارست آنا في بادئ الأمر الجمباز منذ الطفولة، وكانت مركزة فيه بشكل جعل من حولها يعتقدون أنه المسار الذي ستشقه مستقبلا. لكنها بعد عامين فقط من الانتقال لسويسرا قررت خوض تجربة كرة القدم، وخاضت تجربتها الاحترافية الأولى عام 2017 مع FC زيورخ. جمالها كان جذابا وملفتا للأنظار، حتى أنها حسب موقع سبورت ديتك تلقت في سن مبكرة عروضا كثيرة للعمل كعارضة أزياء احترافية بشكل دائم، إلا أنها أصرت على المواصلة في كرة القدم. وحتى لاحقا وضحت في أحد تصريحاتها أنها ستختار بكل ثقة الانتقال لفريق كتشيلسي على أن تصبح عارضة أزياء وازنة. رفضت سويسرا واختارت تمثيل كرواتيا. تطورت ماركوفيتش في مسيرتها وانتقلت لنادي لجراس هوبرز الذي تمثله منذ 2020. وعلى الرغم من نشأتها في سويسرا إلا أن اللاعبة فضلت تمثيل بلدها الأم كرواتيا. في كل الأحوال كنت سأختار كرواتيا. عندما كنت طفلة كنت دائما ما أرتدي قميص كرواتيا. أن ألعب لهذا البلد يعني الكثير بالنسبة لي. تصفها صحف ومنابر إعلامية كثيرة بالأجمل في العالم. تتغنى الصحف العالمية بجمال آنا وجسدها الرياضي الرشيق، وهناك من وصفها بالفعل بأجمل لاعبة في العالم، كما أطلقت عليها الصحافة الصربية لقب الشقراء الخارقة، وهي سعيدة جدا بهذا الإطراء. أعجبتني الأخبار التي وصفتني بأنني أجمل لاعبة كرة قدم أو واحدة من أجملهن. هذه أشياء تجعلني سعيدة جدا. تعشق البرتغالي كريستيانو رونالدو. تعتبر آنا ماريا الدون رونالدو قدوتها الأولى في عالم الساحرة المستديرة، وملهمها للعمل بجد والمواصلة بعقلية، وقد فضلته حتى على مواطنها لوكا مودريتش.
اللاعب المفضل لدي هو كريستيانو رونالدو لأنه ملتزم للغاية. أرى أنه من المهم أن يبذل اللاعب قصارى جهده وأن يتمتع بعقلية صلبة مثله. وتزداد شهرة الحسناء الكرواتية يوما تلو الآخر، وهي تملك على منصة انستغرام أزيد من 3 ملايين متابع، وتنشر مقاطع فيديو لمهاراتها ونمط عيشها.